السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بالجميع في مقطع جديد ومباراة جديدة. طيب يا جماعة الخير، أنا معودكم دائما إني أعيشكم جو المباراة قبل لا أعيشكم المباراة نفسها. فزي ما أنتم عارفين بطولة العرب في قطر، بصراحة وبكل أمانة حاولت أروح قطر لكن ما قدرت. لكن ابشروا بالعوض، اليوم بإذن الله راح أعيشكم أجواء نصف النهائي مباراة الأردن والسعودية في تجمع الجمهور السعودي فمول ذا فيلج. باذن الله راح اعيشكم اجواء تستمتعون في المقطع كانكم حاضرين المباراه معانا. لكن عندنا اختبار قبل كل شيء الساعه 4، مشكلتنا الساعه 4، فلازم نخلص الاختبار من ثم نروح لابو ناشي، بعد كذا نروح للمول على طول. فخلوكم معايا عيشوا الاجواء من البدايه لين النهايه باذن الله. لكن قبل كل شيء يا جماعه الخير لا تنسونا من اللايك والاشتراك، فرحونا يا جماعه الخير، نختبر ونغطي ونشتغل و والله العظيم نتعب. فعشان كذا لايك واشتراك، مشاهدة ممتعة يا حبيبي. خلصنا اختبار يا جماعة الخير، دحين اللهم لك الحمد قبل كل شيء، دحين نروح لابو ناشي وبعدها نتوجه للمول عشان نعيشكم اجواء المباراة، تستمتعون معنا باذن الله. طيب يا جماعة الخير، احنا وصلنا عند ابو ناشي، لكن انا عشان اعيشكم جو المباراة شلون بهذا اللبس وشلون بهذا الثوب؟ يعني اعيش جو مباراة منتخب وحماس وخروج مغلوب ثوب؟ لا يا حبيبي. فعشان كذا اعطيني ثواني بس وبغير. ما انت مصدق صح؟ طب يلا بعد لنا غمض عينك، 1 2 3 وكذا جاهزين. خلونا نتوجه على طول على المول ونعيشكم اجواء المباراة. طيب يا جماعة الخير، الحين بنزلكم ابو ناشي، هو اللي بينزل بقالة، فحتشوفوا مقاطع بدون صوت، تمام؟ فاعتبروا اني انا ومشوا الوضع. طيب يا جماعة الخير، وصلنا المول، باقي تقريبا ساعتين على المباراة، فنبغى ننزل دحين نشوف هل في حضور جماهيري والله لسه بدري. بإذن الله يكون في حضور ممتاز ويليق فينا وفي التغطية، فخلونا ندخل مع بعض ونشوف. اليوم عندنا الكوبونات بإذن الله راح نوزعها للحضور الجماهيري عند الشاشة لمباراة السعودية والمغرب في مول ذا فيلج. فبإذن الله راح نطرح الأسئلة عليهم، واللي جاوب واللي ما يجاوب راح نعطيه كوبونات من عند ذا فيلج مول. أكثر لاعب مساهمات في بطولة كأس العرب، جاوب خذ الكوبون. سالم الدوسري. متأكد؟ متأكد مرة. احنا متفقين؟ لا ما احنا متفقين اكيد، ايش نتفق؟ سالم الدوسري. تفضل يا حبيبي. يعطيك العافية يا حبيب قلبي. كأس العرب سالم الدوسري تقريبا، كنول الدوسري، سالم الدوسري. متأكد؟ بيني وبينك. خلاص سالم. توكلت على سالم؟ ايوه سالم. طب عشان سالم الدوسري هذه كوبونين لكم. يعطيك بالعافية العافية. عليك. طيب يا جماعة الخير، دحين جالسين نستنى الصقور أبناء الوطن الأشقاء الأخوان يسوون مسيرة ألين عند الشاشة، فنستناها تبدأ ويبدون الرجال عشان نصورها لكم. فانتظروا بإذن الله، راح تكون لحظة أو شيء تاريخي بإذن الله. ليش كذا ما أدري، بس يلا. الوطن العب بالفن الله 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 الله
الله لا يردهم خايبين، باذن الله فايزين يديم افراحنا يا رب. اعطاكم شيء تاريخي، باقي بس الصقور يعطونا بارضيه الملعب ونفوز وعلى نصف النهائي باذن الله. هاتوا خصمنا. أمسية عربية خالصة في نصف نهائي كأس العالم. يلتقي الأخ الوقوف للنشيد الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية. بالهتاف، تبدأ بالتشجيع. الأردن بقيادة جمال السلامي، يزيد أبو ليلى حارس مرمى، بينما عبد الله نصيب زال المكان. والعرضية من مين؟ عرضية من ناصر وراسية تصل، تبعد الكرة وتصل عند سالم الدوسري. حصل على الكرة سالم. نهاية شوط المباراة الأول التعادل. طيب يا جماعة الخير، انتهى الشوط الأول 0-0، شوط تعبان، لكن باذن الله الشوط الثاني افضل وناخذ منه المهم اللي هو التاهل. لكن ما نبغى مستوى، ما نبغى شيء، انا خلاص ما ابغى شيء، ابغى بس نتاهل باذن الله. انا متاهلين باذن الله. خطيره على الأردن، على الأردن بالعلالي، على الله ولسالم، وعرضية سالم منتظر كورة لكنها قطعت، راحت للحمدان، تصويبة من مسافة بعيدة جدا وإلى خارج أرضية الملعب. يبدأ سالم عرضية حلوة في المكان المناسب الآن وخطيرة لفراس تمر للبريكان، وبريكان عرضية والكرة لخيبري، تصويبة بعيدة جدا بعيدة عن المرمى من جانب عبد الله إلى رمية جانبية. نعم، صافرة حكم المباراة، صافرة حكم المباراة. الأردن إلى المباراة النهائية، سجل يا تاريخ المباراة النهائية. على الأردن، على بالعلالي، على المنتخب الأردني بكل جدارة. والله العظيم حرام، اقسم بالله يا جماعة الخير، مستوانا يا اخي احنا 30 سنة ما نحقق بطولة، توصل نصف النهائي وهذا مستواك يا اخي. ايش تبغى انت لو فزت اليوم وفزت المباراة الجاية تاخذ بطولة يا تعبان. نخسرها والله العظيم حرام، مع احترامي للأردن اقسم بالله يستاهلون، لكن ليش يا اخي ليش؟ والله قهر اقسم بالله. وليد الأحمد وصالح الشيري الله خلني ساكت. فرصتك اللي جاتك ما تضيع يا ايش اقول؟ فرصة حتى مو فرصة واحدة. وليد الأحمد هدف فلسطين جاء من عندك، وهدف الأردن الحين جاء من عندك بعد. انت مدافع متأكد. على العموم هارد لك والله العظيم، قهر بشكل لا يوصف. قهر ما معانا اي بطولة والله العظيم. ايش اقول؟ والله العظيم غبنا قسم بالله. يا جماعة الخير، انا يمكن التصوير مو واضح، لكن اي شيء تفسده في الحياة هذه لك او المنتخب او اي شيء عربي كبير بالجبنة وارقد يا حب. خلاص يا جماعة الخير، منتخبنا خسر وطلعنا برا البطولة. مبروك للأردن، مبروك بعد المغرب، ان شاء الله يكون نهائي حلو بينهم يمتعونا فيه. الحين خط ساعة كاملة والمنتخب خسر وطلعنا برا. يا اخي بالله تكفى، انا بستعطف. اذا وصلت هذه اللحظة ومنت مشترك يا حبيبي اشترك، لان انا نتعب ونزعل وانت تشوف المقطع بدون ما تشترك. لو سمحت اشتراك بس، وعلى طريقك لايك، حتى 10 يوم ما فيه. فان شاء الله يا جماعة الخير انكم استمتعتوا في المقطع. اول مرة نغطي في مول في شاشة يعني، فاذا شفتوا اغلاط او شيء باذن الله نعدلها في المستقبل. اتمنى انكم استمتعتوا في المقطع، لا تنسون اللايك والاشتراك. نشوفكم على خير، في امان الله.